سلام عليكم. تحياتي لكاع الناس اللي لعبوا البيس، نتمنى ان شاء الله يكون كلشي بخير وعلى خير وفي صحه جيده. لقد عدنا الى افضل سلسله احبها الى حد الساعه الدراري، سلسله افضل الخطط. وانا بحثت حتى لقيت لكم اقوى خطه من بعد التحديد. صراحه خطه ممتازه، خطه بتضييق الخناق على الخصم. نجيكم من الاخر، يعني خطه ديال الجلد. صراحة غنقول نصيحة لأي شخص باقي ما لقاش خطة مناسبة لصيلة اللعب ديالو، تابع معايا صديقي، لأن هاد الخطة هادي أنا على يقين بأن 90% غادي تعجبك وغادي تناسب طريقة اللعب ديالك. كما تنشوفوا الدراري، الخطة عبارة على 3-1-4-2، خطة اللي ممتازة. ولكن أنا في الأصل رجعت لاعبي خط الوسط. لماذا؟ بحكم أنه عندي فراغ في الوسط، لذلك حاولت أنني نرجع لاعبي خط الوسط باش تكون ديك الكثافة في الخط الوسط وتضييق الخناق على الخصم. ولكن هي في الأصل بالإمكان أنك تلعب بهم كأجنحة هادو. المميز أيضا في فهاد صانعي ألعاب بالإمكان أنك ترجعهم كخطي وسط. المهاجمين أيضا بالإمكان أنك ترجعهم كمهاجمين وهميين. السر في هذه الخطة وهو هذا الرباعي. يعني هذا الرباعي يقدر يفوزك ويقدر يخسرك على حسب انت وطريقة اللعب ديالك. كي تنشوفوا خطة اللي ممتازة بتكتيك ممتاز. يعني أنا ما تنعطيكم شي حاجة مبنية على فراغ، دائما تنعطيكم الشرح مع التطبيق. ولكن نصيحة قبل ما نبدا الشرح، نصيحة لأي واحد عنده خطة ممتازة ومناسبة لصيلة اللعب ديالو، صديقي تنصحك بأنك ما تبدلش هذيك الخطة، اعتمد عليها، بقى غادي بنفس الوتيرة تاع هذيك الخطة. تنهضر مع الأشخاص اللي عندهم خلل او باقي ما لقاوش تشكيله مناسبه لصيلة اللعب ديالهم. كتنقول لكم هذه خطه مناسبه، ودائما سير تكمل في هذا الرباعي هذا، وما يزريكمش هذاك الثلاثي هنايا، لانه ثلاثي ممتاز خصوصا الا لعبتي بدفاع متاخر. نسيت الدراري ما قلت لكمش كاين الفريق كاين في الدرجه الثانيه من الدوري الياباني. يعني غادي نجيو على قاره اسيا، الدوري الياباني الدرجه الثانيه، هذا هو الفريق. المهم قبل ما نبداو اخي ما تبخلش عليا بلايك بارطاج. هناك بعض الاشخاص ما عرفتش علاش تيشاهدوا المحتوى، تيشاهدوا الفيديوهات وما تيشتركوش في القناه. لا تعاليق زوينه، لا لايكات. صديقي غير بليزير منك تتفاعل معايا، باش نحاول انني نزيد نعطيك اكثر واكثر، وباش نحاول انني نطور من راسي. هذا ما كان. المهم تحياتي لكم كاملين الدراري على بركه الله. كي تشوفوا معايا الدراري، هذا الخصم هذا في الدرجه الاولى تاهو معايا، ولكن شوفوا التشكيله اللي عنده، كلها تشكيله ممتازه ديال باكيجات ديال المنتخبات، من الارجنتين الى نهايه الباكيج ديال بلجيكا. يعني ماتش غادي يكون ممتاز. واصعب شيء هو انه سد عليا المنافذ كامل بحكم انه لعب بخمسه الى الوراء. ولكن غتكون مباراه ممتازه الدراري. يعني صراحه نتوما كاملين عارفين بانني تلعب لاعب بطيء، لذلك تلعب على طريقة الاستحواذ، تنبني الهجمة ببطء. أول حاجة غنهضروا عليها الدراري، غادي نبداو من الحراسة إلى الهجوم. وفي نفس الوقت نتوما تشوفوا معايا التكتيك ديال التشكيلة وطريقة اللعب ديالها. أنا ما تعطيكمش حاجة كيف قلت لكم الدراري مبنية على فراغ. بالنسبة للحراسة، ما شخصيا تنشوف من أفضل أنك تعتمد على حارس يكون هجومي مثل نوير. أما بالنسبة للدفاع، شخصيا تنشوف شخصيا ونصيحة، حاول انك تعتمد على الدفاع يكون بويلد اب. وانا غنوريكم في الشرح علاش قلت لكم بويلد اب. كي تشوفوا لعب دي ليخت بويلد اب، ستونز بويلد اب، وايضا فان دايك بويلد اب. كيف قلت لكم علاش مدافعين متاخرين، بحكم ان تلعبوا بالوسط فارغ تقريبا، وايضا عندنا ثلاثه الى الوراء. يعني حاول انك ما تفعلش مصيدة التسلل اول حاجه، ولعب بدفاع متاخر باش يعطيك واحد النزعه دفاعيه ممتازه وتضييق الخناق، وما تخليش الخصم فين يلعب او يبني الهجمه باريحيه. ثاني شيء اللي غنقول لكم هو انه خاص يكون هذا الاسلوب تكون تعتمد عليك انت. علاش؟ خاص تكون محترف في الدفاع نسبيا، يعني ماشي شي درجه تكون كبيره، ولكن خاصك تكون محترف في الدفاع. فخصوصا انتم غتشوفوا معايا طريقه الاحتراف في الدفاع. شوفوا معايا مبابي هنا، وشوفوا معايا التحرك تاع ديليخت. راقبوا معايا ديليخت، شوفوا معايا مبابي هنا. ما خليتش المنافذ سديتها على مبابي، يعني تبعتو بلاعب واحد، ما دخلتش عليه لاعبين بجوج. علاش؟ كي قلت لكم حيت عندنا ثلاثة لاعبين في خط الدفاع. في حالة أنني دخلت جوج ديال اللاعيبة، كون على يقين بأنه غادي يباسي ليا شي تمريرة طويلة لأي لاعب مهاجم وغادي يسجل. لذلك أنا نتمنى الدراري لاحظوا معايا بالضبط وبإمعان في الدفاع كيفاش نتحكم فيه. داكشي علاش قلت لكم هاد الخطة خاص تكون واحد شوية أنك أنت تكون محترف في الدفاع. أما بالنسبة للهجوم فهي ممتازة. كي قلت لكم
بالنسبة للدفاع خص يكون دفاع متأخر كي قلت لكم، يعني خص يكون صيلة اللاعب بويلد اب، ما تنصحش بديستروير بحكم انه تتعتمد على 3 في الدفاع. بالنسبة للارتكاز كي تنقول لكم الافضل تنشوف انايا كاسيميرو بحكم انه عنده نزوعات دفاعية ممتازة، خصوصا الشراسة. شوفوا معايا هنا تيباغتني الخصم على ما اظن هنايا شو خطأ تكتيكي من الدفاع، تيباغتني الخصم هنايا شو هدف. صراحة كان عليا باش نديجاجي الكرة ولكن سجل عليا هدف. هذه هي الكرة بحكم انني سدت عليا المنافذ بهذيك 5 الى الوراء. كي تشوفوا الى لحد الساعة الدقيقة 35 سد عليا جميع المنافذ ديال بناء الهجمة، يعني ما تخليش ليا الفرص. جميع اللاعبين لعب بهم متأخرين، ولكن ماشي مشكل. انتم غتشوفوا الكرة كي دايرة، ماشي بالضرورة انك تلعب ب5 الى الوراء، الا غما انك تلعب حتى ب10 الى في الدفاع وغادي تمارك عليك البيت، غادي تمارك عليك. اي خطة وعندها حلول، يعني ما كان حتى شي خطة ما عندهاش حلول. كيف قلت لكم شوفوا معايا ديليخت وشوفوا معايا مبابي. شوفوا هنا فين تنقول لكم خصك تكون عندك البراعة الدفاعية وتتعرف تحكم في الدفاع. غادي نجيو للوسط الدراري. اما بالارتكاز كي قلت لكم شخصيا تنشوف افضل واحد اما رودري او كاسيميرو او فيرا، يعني ما يكونش ستايل اللي تيكون هجومي. هنايا تقريبا سال الشوط الاول بفوز الخصم إلى 1-0، ولكن ماشي مشكل. شوفوا معايا المباغتة الدراري، شوفوا معايا المباغتة. شوفوا بناء الهجمة كيدير ميسي إلى هاري كين إلى ميسي، أنكر ميسي إرتو خرافي، والهدف في الدقيقة 47. كيف قلت لكم حتى خطة ما يمكنش أنك ما تماركيش فيها وما عندهاش حلول. جميع الخطط تكون عندهم حلول. شوفوا معايا هنايا طلع مبابي ودخل أولمو، صراحة ممتاز. غادي نرجعوا للتكتيك ديال خط الوسط. كيف قلت لكم بان كاين لاعب خط الوسط واحد اللي هو ارتكاز، حاولت انني نلعب انايا بكروس وفالفيردي كلاعبي خط الوسط، ما حاولش انني نلعب بهم شوفوا معايا البيت الثاني. المباغاة الدراري يعني عندها حلول. افضل شيء في هذه الخطة وهو حلول. كيف قلت لكم خطة ممتازة، يعني نكملوا الشرح الدراري كملوا. انا استمتعت بهذه المباراة هذه، ما عليناش. كيف قلت لكم بالنسبة لخط الوسط اعتمدت على لاعبي 3 خط الوسط، رغم انهم متباعدين على بعضياتهم ولكن تيشكلوا واحد المساندة دفاعية خصوصا على الاطراف ما بين ديليخت وستونز. كي قلت لكم يعني بالامكان انك تلعب بهم كاجنحة، تعتمد على لاعبي اجنحة مثل ديبالا، تلعب ميسي تمايا ساكا، او تلعب على الجهة اليسرى تلعب ايضا بفينيسيوس، لك حرية الاختيار. ولكن شخصيا تشوف بانه الدفاع او خط الوسط فارغ، من الافضل انك تلعب لاعبي خط الوسط وتعطيك حلول هجوميه على الاطراف، وبالامكان انك تعتمد على الراسيات من على الاطراف، يعني تعتمد على التوزيعات. افضل شيء اللي هو مركز اللاعب ديال او الفوز ديال هذه الخطه او جلد اي خصم، وهو الصانعي العاب. كيف قلت لكم مع الاجناح هضرنا عليهم. حاولت انا شخصيا ان نرجعهم كخط ارتكاز، يعني كخط وسط عفوا. كي تشوفوا معايا او ثاني حاجه نهضر عليها هنايا، ركزوا معايا الدراري بالضبط على بناء الهجمه كي تيكون، وافضل شيء وهو الدفاع. كي تشوفوا بان التحكم في الدفاع فهو التحكم بطريقه صحيحه، اللي غادي نعاود نكررها بانه هذه الخطه خصك تكون صديقي شويه تعرف تلعب او تعرف تتحكم في الدفاع باش ما يحاولش او ان الخصم يمر. شوفوا معايا هنا، شوفوا معايا يعني ما تحاولش انك تدخل بجوج ديال اللعيبه، الا دخلتي بهم رحمك الله يا صديقي. يعني كي قلت لكم بالنسبه لخطي الوسط للاطراف شخصيا تشوف انا بالافضل انكم تلعب بهم كخطي وسط، ما ديرش اجنحه. اما بالنسبه لصانعي العاب من الافضل انك تخليهم كصانعي العاب، ما تلعبش بهم كسي ام اف ايضا، باش ما تلقاش واحد العمق في خط الوسط وما يكونش بناء الهجمه. كي تشوف حاول انك تلعب بهم كي يكونوا صانعي العاب. اما بالنسبه للهجوم شخصيا تنهضر على غادي نركز على جوج الحوايج. اول حاجه شوفوا معنا هنا خطأ فادح. علاش استعمل هو، علاش طاح الخصم في هذا الخطأ هذا؟ كيف قلت لكم هو انه حيت الخطة كلها تعتمد على تضييق الخناق للخصم، بحكم انه فيها جوج لاعبين مهاجمين ووراءهم صانعي العاب، ومن الجانب ديال صانعي الالعاب كاينين هذوك السي ام اف، يعني خط الوسط ديال نصف الملعب ديال الخصم دائما تيكون مليء
باللاعيبه ديالي، يعني ما كاينش شي حلول، يعني جميع اي لاعب واقف حدا لاعب اخر. شوفوا معايا هنا دخل كاع نيمار، يعني لعب لي 3 لاعبين في مباراة واحدة كأجنحة، ومع ذلك ما دجوج من دياليخت. شوفوا معايا صراحة ممتاز. كيف قلت لكم الدراري، بالنسبة للرأسي حربة، شخصيا تنشوف بأنه أول شيء يكون السرعة، ثاني شيء أنه خصو يكون عنده ستايل اللعب جول بوشر الدراري. يعني الرأس الحربة من الأفضل أنه يكون جول بوشر. كي تشوفوا أنا لعب بهالاند، مبابي، راشفورد، رغم أنه ماشي جول بوشر ولكنه التمركزات تاعو صحيحة. يعني كي قلت لكم تضييق الخناق الخصم، كما تشوفوا معايا في البداية ديال المباراة كان هو اللي متفوق علينا، ولكن مع الأسف ما فاز. شوفوا معايا ديالك شحال من قطعها، يعني هذا الخصم هذا ما مرش حتى شي تمريره ما داز، او حتى شي مراوغه صحيحه ما داز ما بينه وما بين ديلاخت. كاملهم كانوا قطع الكره 100%. صراحه خطه ممتازه الى عرفتي، في حاله انا غنقول لكم نصيحه، الى كنتي تعرف تتحكم في الدفاع، كن على يقين صديقي بانه ما كاين حتى شي خصم اللي غادي يقدر يتفوق عليك. نقطه اخيره اللي غادي نهضر عليها وهي طريقه بناء الهجمه. في حاله انك واجهتي خصم تبني الهجمه من العمق، انت عندك حلول عديده وعديده، بحكم ان تتميز برباعي في خط الوسط. بالامكان انك تبني الهجمه اما من العمق او على الاطراف على حسب الخصم ومنين تبني الهجمه. يعني دائما انت غتبني الهجمه من العكس ديال الخصم ديالك. كما تشوفوا معايا الدراري، عدنا في المباراه بعد رغم الخساره في الشوط الاول. صراحه خطه ممتازه الدراري، نحاولوا ان شاء الله نوصلوا 10,000 صديق. تحياتكم كاملين، سلام عليكم.